السلام عليكم. بهذا الفيديو إن شاء الله نتعلم وياكم طريقة تغيير الادمن الخاص بالدخول إلى إعدادات الراوتر. إذا تعرفون أن الادمن اليوزر أو الباسورد الخاص بتسجيل الدخول إلى الراوتر الافتراضي ادمن احنا لازم نغيره، خو ما يبقى نفسه. نروح على متصفح الجوجل ونكتب الاي بي 192.168.0.1. هذا الاي بي الافتراضي مثل ما تلاحظونه قدامكم. يظهر لنا هذه الواجهه. بهذه الواجهه نختار اليوزر نيم والباسورد الافتراضيات شان نسجل الدخول. احنا نريد نغيرها ادمن نريد نغيرها مثلا الى اي اسم اخر. نروح على سيستم تولز. من سيستم تولز نروح لباسورد. اذا تلاحظونه باسورد تظهر لنا هذه الواجهه. يطلب من عندي old user name، يعني اليوزر نيم القديم الادمن، وكذلك old باسورد اليوزر النيم القديم الادمن، وكذلك الباسورد القديم بالحقل الاول والثاني. الحقل الثالث new user name، يعني نختار يوزر جديد مثلا، وليكن مثلا نخلي 4 أي. والباسورد أي شيء أنت تقدر تختاره، كذلك اختاره مثلا الأي 4 مرات. والحقل هذا الأخير تأكيد للباسورد الجديد 4 مرات. ونضغط على سيف. ننتظر حتى يحفظ لنا هذه الإعدادات. مثل ما تلاحظون نسجل الخروج. لازم نسجل الدخول إلى إعدادات الراوتر باليوزر والباسورد الجديد. احنا غيرناهن خليناهن أي 4 مرات، وكذلك الباسورد أي 4 مرات. ونضغط على تسجيل الدخول. مثل ما تلاحظون هنا سجل لي الدخول إلى إعدادات الراوتر. هذه هي طريقة تغيير الادمن والباسورد الخاص بالدخول إلى الإعدادات الخاصة بالراوتر.